السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي سنة 5؟ النهاردة بإذن الله نذاكر مع بعض الدرس الثاني لمنهج الدراسات، وبيتكلم عن قصة نشأة الحضارة المصرية القديمة. يلا معانا كده بسم الله. درسنا النهاردة حبايبي بيتكلم عن حياة المصريين القدماء من أيام ما كانوا عايشين فوق الهضاب لحد ما عملوا لنا حضارة كلنا بنفتخر بيها، وكمان هيبقى في شكل قصة جميلة وسهلة وبسيطة هنعرف منها كل المعلومات عن أجدادنا الفراعنة. قبل ما نتكلم عن مراحل نشأة الحياة أو الإنسان المصري القديم، هنتكلم عن مكان بيمثل الحياة المصرية القديمة وهو القرية الفرعونية. وده المكان ده دلوقتي حاليا موجود في محافظة الجيزة، وبيعرفني قد ايه كانت حياة المصري القديم في القرية او الريف، يعني زي دلوقتي كانت بسيطة وجميلة، ونفس اللي بيحصل دلوقتي حبايبي كان بيقوم به الفراعنة القدماء. علشان كده المكان ده اللي اسمه القرية الفرعونية بيقول لنا ازاي المصريين كانوا عايشين حياتهم في القرى الفرعونية زمان. طيب المكان ده اسمه القرية الفرعونية، بيقع في محافظة الجيزة، يعني هو موجود حاليا في محافظة الجيزة. لو رحت محافظة الجيزة هتدخل القرية الفرعونية وهتشوف فيها الكلام اللي احنا هنقوله دلوقتي. بيقولك ان القرية الفرعونية تعتبر متحفا مفتوحا، يعني كأنها متحف بيضم كل الآثار أو النواحي الريفية للمصري القديم، يعرض مراحل تاريخ مصر المختلفة. طب ايه اللي بيحصل في المتحف ده او المكان ده؟ ان الاشخاص اللي جوه المتحف بيمثلوا الحضارة، فبيعملوا نفس اللي كان بيعملوا الفراعنة زمان، وبيرتدوا ملابس المصريين القدماء، يعني بيلبسوا الملابس اللي كان بيلبسها المصريين القدماء، وبيعملوا اعمال الزراعة والصناعة والحاجات نفس اللي كان بيعملوا المصريين القدماء هم بيعملوه، علشان يعرفونا قد ايه حياتهم كانت بسيطة وسهلة وجميلة. كمان القرية الفرعونية فيها نموذج لمقبرة مهمة جدا اسمها مقبرة الملك توت عنخ آمون. الملك ده كان له مقبرة جميلة مليانة من التحف، ومليانة من التحف الثمينة والذهب والثروات اللي بنفتخر بيها وموجودة دلوقتي. الملك ده مقبرته ليها نموذج شبه المقبرة بالظبط موجودة في المتحف ده او القرية الفرعونية. طيب سريعا كده بقى نراجع الكلام اللي قلناه. كل اللي احنا عايزين نعرفه عن القرية الفرعونية انها موجودة في محافظة الجيزة، كمان تعتبر متحفا مفتوحا. طب ليه متحفا مفتوحا؟ بما تفسر لانها تعتبر تعرض مراحل تاريخ مصر المختلفة من ايام ما كان عايش في الريف وبيقوم بالأعمال البسيطة. طيب بيعملوا ايه الناس اللي موجودين في القرية؟ بيرتدوا ملابس المصريين وبيعملوا نفس الأعمال اللي كانوا بيشتغلوا بيها، اللي هي الزراعة والصناعة. كمان إلى جانب الأعمال الريفية دي إن موجود هناك نموذج لمقبرة ملك مشهور اسمه توت عنخ آمون، وكمان فيها عدد من المتاحف. ده كل التفاصيل اللي تكون موجودة في القرية الفرعونية. طيب بالنسبة بقى لمرحلة نشأة الحضارة المصرية القديمة، مرت ازاي حياة المصري القديم او ايه المراحل اللي مرت بيها؟ طبعا حياة المصري القديم يا حبايبي كلها كفاح طويل جدا علشان يقدروا يوصلونا للحضارة الرائعة اللي موجودة دلوقتي. مرحلة الكفاح الطويل والجهد الكبير اللي قام به المصريين القدماء بنقسمها لفترتين، فترة أو مرحلة ترحال ومرحلة استقرار. يعني الفترة الأولى كان فيها قلق، كان فيها مفيش استقرار، كانوا بيتنقلوا من مكان للتاني. المرحلة التانية بدأوا يستقروا. بالنسبة للمرحلة الأولى اللي هي مرحلة الترحال، يعني الإنسان المصري القديم كان بيتنقل وبيترحل من مكان للتاني. طيب هو كان عايش فين اصلا؟ المصري القديم في البداية خالص كان عايش فوق الهضاب، يعني في الصحراء على الهضاب، على الهضاب. طيب ايه المكان اللي عايشين فيه جواه على الهضاب؟ كانت اسمها الكهوف، ودي عبارة عن اماكن كده بالحجارة مجوفة كده من جوه، بيحاولوا ان هم يحتموا فيها ويسكنوا فيها. طبعا مش بيوت ولا خيم، عبارة عن كهوف من الحجارة. يبقى الإنسان المصري القديم في البداية كان عايش فوق الهضبة وكان بيسكن في الكهوف.
طيب حياته كان بتفضل جوه الكهف كده دايما على طول؟ لا طبعا، كان دائم التنقل والترحال. طب ايه اللي بيتخلاه يتنقل ويترحل من مكان للتاني؟ علشان ياكل ويشرب. طول ما هو قاعد طبعا مفيش الاكل، مش هيجيله لحد عنده، فكان بيتنقل من اجل جمع الثمار وصيد الحيوانات. يا اما يلقى حيوان يصطاده للاكل، يا اما يجمع ثمار نخل او اي حاجه تجيب له الاكل بتاعه. طيب فضل على الحال ده لحد ما حس انه خلاص في جفاف، ما بقاش فيه ميه يشرب منها، ما بقاش فيه ثمار، ما بقاش فيه حيوانات، لحد ما بقى لقي المكان اللي استقر فيه وهو وادي النيل. يعني فضل يتنقل من مكان للتاني لحد ما لقي قدامه وادي النيل. وادام لقي وادي النيل يبقى لقي ميه، وادام لقي ميه يبقى هيبدأ بقى من هنا يعرف يزرع ويستقر ويبني بيوت وتستقر حياته. يبقى هو لما حل الجفاف بدأ ان هو يتنقل لحد ما لقي وادي النيل واستقر بقى جنب وادي النيل، ما اتنقلش بقى مرة تانية، لانه عرف من وادي النيل ان هو يستغله في الزراعة، وبالتالي بدأت حياته تبقى مستقرة. ده بالنسبة للمرحلة الأولى. يبقى المرحلة الأولى كان بيتنقل من مكان للتاني علشان يجمع الثمار، لكن لما حل الجفاف نزل وادي النيل واستقر وعرف الزراعة. مرت بقى المرحلة التانية بفترة من الاستقرار، لأنه خلاص بقى لقي الأكل بتاعه وعرف الزراعة وعرف تربية كمان الحيوانات، فهيبدأ بقى إن هو يزرع ويربي الحيوانات. وبدأ طبعا الزراعة محتاجة استقرار، يعني أي حد بيزرع في مكان لازم بقى يبني بيت ويقعد جنب الأرض اللي بيزرعها، فبدأوا يبنوا بيوت صغيرة. البيوت بتاعتهم كان بيبنوها من حاجة اسمها الطوب اللبن، اللي هو الطوب الطين اللي هو بتاع زمان. بعد كده البيت جنب بيت جنب بيت، ظهرت بقى قرية كبيرة، قرية جنب قرية، عملوا بقى مدن. من تجمع المدن بقى بدأت تكون بقى أقاليم، يعني بقى مكان كبير مليان بالمدن والأقاليم، فبقى عاصمة. طبعا كل أقليم يا حبايبي كان له حاكم، يعني كل مكان كبير عبارة عن مجموعة من المدن كنا بنسميه أقليم. كل أقليم بقى له حاكم بيحكمه، وله عاصمة بيقعد فيها الحاكم، وليه معبود بيعبده، وليه جيش بيحميه. يعني كل مكان له حاجات خاصة بيه. تاني كده، مرحلة الاستقرار كانت بتتميز بإيه؟ الإنسان استقر إمتى أصلا؟ استقر لما عرف وادي النيل. أول ما عرف وادي النيل كل حاجة بقى جت ورا بعضها كده. أول حاجة عرف يزرع، لما عرف يزرع بدأ إن هو يربي الحيوانات عشان تتغذى على الزراعة عشان هو يستفيد منها. لما حس إنه استقر بقى ومش هيتنقل تاني من مكان للتاني بدأ يبني بيوت. طبعا الناس كترت في المكان فبدأوا يبنوا بيوت أكتر لحد ما كونوا حاجة اسمها القرى. طبعا قرية جنب قرية كونت مدن. طبعا كتر المدن بقى مدينة جنب مدينة جنب مدينة كونوا حاجة اسمها أقليم، وده مكان ضخم جدا من المدن. كل أقليم كان له طبعا حد بيحكمه، مش كل أقليم عايش كده مع نفسه، كل أقليم ليه حاكم بيحكمه، هو اللي بيتحكم في المكان ده، وعاصمة بيقعد فيها الحاكم، ومعبود وجيش يحمل الأقليم. ده بالنسبة للمرحلتين، مرحلة الترحال ومرحلة الاستقرار. بدأت بقى تنقسم الأقاليم اللي احنا كنا بنتكلم عنها دلوقتي إلى مملكتين. بقت مملكة في الشمال ومملكة في الجنوب، مملكة الشمال ومملكة في الجنوب. يعني مجموعة الأقاليم اللي كانوا في الجزء الشمالي عند البحر المتوسط بقوا اسمهم مملكة الشمال. مجموعة الأقاليم اللي كانوا في الجنوب اسمهم مملكة الجنوب. وكده بقت حياة المصريين القدماء كانت عبارة عن مملكة في الشمال ومملكة في الجنوب. وقلنا مملكة يعني مجموعة أقاليم عايشين في المكان ده، وهنا مجموعة أقاليم عايشين في المكان ده. بالنسبة لمملكة الشمال طبعا احنا قايلين ان كل اقليم له ملك وله جيش وله معبود وله عاصمة، كمان كل مملكة يكون ليها برضو ملك وجيش وعاصمة ومعبود وهكذا. بالنسبة لمملكة الشمال طبعا هي في ضمت اقاليم الوجه البحري. احنا طبعا قايلين ان في الخريطة الجزء اللي فوق عند البحر المتوسط بنسميه وجه بحري. وجه بحري لانه بيطل على على البحر. اما الجزء اللي تحت بنسميه وجه
وجه قبلي. وجه ايه؟ قبلي، يبقى فوق بحري وتحت قبلي. الوجه البحري في مملكة الشمال، الوجه القبلي في مملكة الايه؟ الجنوب. يبقى بكده مملكة الشمال بتضم اقاليم الوجه البحري، الوجه الايه؟ البحري. طيب ايه العاصمة اللي كان قاعد فيها الملك بتاع مملكة الشمال؟ كانت اسمها مدينة بوتو. اسمها ايه؟ بوتو. اما لون التاج اللي كان بيلبسه المصري القديم كان تاج لونه ايه؟ لونه احمر. لونه ايه؟ احمر. بالنسبة للشعار يا حبايبي، يعني ايه شعار؟ يعني الرمز بتاعهم اللي بيمثلهم. يعني احنا هنا شعارنا او الرمز بتاعنا، رمزهم بقى اللي كان بيمثلهم او الشعار بتاعهم هو نبات البردي. نبات الايه؟ البردي. اما بالنسبة للمعبود اللي كانوا بيعبدوه هو ثعبان الكبرى. ثعبان الايه؟ الكبرى. الكلام ده سهل ويتحفظ وسهل وبسيط. يبقى كل مملكة ليها خصائص غير التانية. مملكة الشمال طبعا كانت فيها اقاليم الوجه البحري. العاصمة بتاعتها اللي قعد فيها الملك اسمها بوتو. لون التاج اللي بيلبسه الملك لونه احمر. الشعار اللي هم بيحبوه بيمثلهم نبات البردي. اما المعبود اللي بيعبدوه وبيقوموه اللي هو ثعبان الايه؟ الكبرى. ده بالنسبة لمملكة الشمال. بالنسبة بقى لمملكة الجنوب، دي طبعا بتضم اقاليم الوجه القبلي. احنا لسه قايلين بتضم اقاليم الوجه القبلي. العاصمة اللي قاعد فيها الملك اسمها نخب. اسمها ايه؟ نخب. اما بالنسبة للتاج بتاع الملك لونه طبعا ايه؟ ابيض. لونه ابيض. الشعار بقى زهرة اللوتس. هم كانوا بيمثلهم زهرة اللوتس. اما المعبود اللي بيعبدوه فكانت انثى النسر. انثى ايه؟ النسر. تاني، مملكة الجنوب بتضم اقاليم الوجه القبلي. عاصمة اللي قعد فيها الملك نخب. لون التاج ابيض. الشعار زهرة اللوتس. المعبود انثى النسر. وبكده يكون كل مملكة من المملكتين ليهم ملك غير التاني وعاصمة وشعار ومعبود غير التاني. طبعا هيحصل ايه بقى بعد كده؟ قبل ما نتكلم بقى عن ايه اللي هيحصل بعد كده، نحاول كده علشان ما نتلخبطش ونحس ان المعلومات بقت كتير علينا، نحاول نقيم نفسنا الاول على الشوية اللي ذكرناهم مع بعض. اول سؤال بيقولك رتب الاحداث التالية من الاقدم. يعني اقدم حاجة حصلت مين وبعدها الاحدث. اول حاجة بيقولك ظهور الاقاليم المستقلة. ظهور الاقاليم المستقلة اللي هي الاقاليم اللي ظهرت بعد القرى والمدن. بعد كده الانسان المصري القديم سكن الكهوف. يبقى كده اقاليم وكده كهوف. بعد كده معرفة الانسان المصري الزراعة. بعد كده نشأة القرى والمدن. اول حاجة الانسان طبعا كان قاعد فين؟ ممتازين، كان قاعد في الكهوف. بعد ما اتنقل وترحل من مكان للتاني بدأ ينزل وادي النيل وبعدها عرف. ممتازين، عرف الايه؟ الزراعة. بعد الزراعة بدأ يستقر وبنى بيوت. بعد البيوت قرى ومدن. بعد البيوت قرى وايه؟ ومدن. بعد القرى والمدن ظهرت بقى الأقاليم. يبقى الأقاليم رابع حاجة. بالنسبة للسؤال التاني أكمل. كانت عاصمة مملكة الشمال مدينة. عاصمة مملكة الشمال اللي قاعد فيها الملك اسمها مدينة بوتو. ممتازين. أما عاصمة مملكة الجنوب فهي مدينة نخب. سكن المصري القديم في نقط فوق الهضاب. ايه المكان اللي كان قاعد فيه المصري وهو عند الهضاب؟ طبعا اسمها الكهوف. اسمها الايه؟ الكهوف. بنى المصري القديم مساكنه من، المسكن بتاعه كان بيبنيه من حاجة اسمها الطوب اللبن. الطوب الايه؟ اللبن. تضم القرية الفرعونية اللي خدناها في اول الدرس عدد من نقط. ايه الحاجات اللي جوه القرية بتعرض مراحل مصر القديم؟ عدد من المتاحف او عدد من المتاحف. عدد من الايه؟ المتاحف. هنتكلم بقى دلوقتي عن محاولات توحيد مملكتي الشمال والجنوب.
يعني بدأ بعض الملوك ان هم يخلوا المملكتين مملكة واحدة ويحكمها حاكم واحد، وده اسمه ايه؟ الوحدة او التوحيد، توحيد الايه؟ المملكتين. بالنسبة للمرحلة الاولى من الوحدة اللي هي الوحدة الاولى سنة 4242، ساعات بنقرأها 42 علشان ما تتلخبطوش، يبقى الوحدة الاولى 42 قبل الميلاد. في الوحدة الأولى حاول الملوك إن هم يوحدوا المملكتين، وكانت المدينة أو العاصمة اللي قاعد فيها الملك للمملكتين كانت أون هوليوبلس طبعا، أو علشان في ناس بتتلخبط بنقول عليها أون، بنقول عليها إيه؟ أون. طيب دي كانت العاصمة في الوحدة الأولى، لكن ما استمرتش كتير الوحدة الأولى وفشلت بسرعة جدا، وبدأت تنقسم البلاد مرة تانية لمملكة الشمال ومملكة الجنوب. يبقى تاني الوحدة الأولى 4242، مجرد ما عملوا العاصمة، والعاصمة اللي قاعد فيها الملك بقت اسمها أون، فشلت بسرعة الوحدة دي وما استمرتش، وانقسمت البلاد مرة تانية لمملكة في الشمال ومملكة في الجنوب. لكن الأمر ما استقرش على كده، وبدأ بعض الملوك يحاولوا محاولة تانية اسمها الوحدة التانية، إن هم يوحدوا المملكتين مرة تانية. مين بقى اللي حاول في الوحدة التانية يوحد المملكتين؟ هو الملك نعرمر أو مينا. يبقى الملك اسمه نعرمر أو الملك مينا. الوحدة دي سنة كام؟ 3200 قبل الميلاد. 3200 قبل الميلاد. ايه اللي حصل بقى في الوحدة، وهل نجحت ولا فشلت؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. استطاع الملك مينا أو نعرمر اللي هو بدأ يوحد المملكتين، استطاع ان هو يوحد البلاد، وكان حاكما لمدينة طيبة. كان حاكما لمدينة ايه؟ طيبة. يعني هو كان بيحكم مدينة طيبة قبل ما يوحد المملكتين، كان حاكم لمدينة طيبة. بدأ يبني مدينة جديدة بعد ما وحد المملكتين اسمها مدينة منفر، اسمها مدينة منفر أو بنسميها منف. المدينة دي بقى بدأت تبقى العاصمة الجديدة اللي هيقعد فيها الملك مينا اللي هو يوحد المملكتين. طيب يبقى كده مدينة منفر اللي بناها بدأت تكون عاصمة البلاد بعد توحيد المملكتين. هو اللي أسس أول أسرة حاكمة في مصر. طبعا أدام وحدنا المملكتين في مملكة واحدة، يبقى هيبدأ يحكمها حاجة اسمها أسر. أول أسرة بدأت تحكم البلاد بعد توحيدها كانت طبعا اللي بيحكمها الملك مينا أو نعرمر، لأن هو اللي نجح في توحيد البلاد. طبعا بدأ مينا ان هو يعمل انتصارات كتير قوي بعد ما حقق او نجح في توحيد المملكتين، وبدأ يكتب انتصاراته بقى والحاجات اللي حققها على لوحة اسمها لوحة نعرمر، لوحة مشهورة جدا مكتوبة باسمه. اللوحة دي بدأ يكتب عليها انجازاته وانتصاراته والحاجات اللي نجح فيها بعد توحيد المملكتين. تاني كده الوحدة التانية من اللي عملها الملك نعرمر او مينا سنة كام؟ 3200 قبل الميلاد. طيب هو مينا قبل ما يوحد المملكتين كان حاكم لمين؟ كان حاكم لمدينة طيبة. بعد ما وحد بقى المملكتين بدأ ان هو يبني مدينة جديدة اسمها منفر، وبدأت ان هي تكون عاصمة البلاد وهو اللي قاعد فيها. طبعا هو بما ان وحدنا البلاد بدأ ان هو يأسس اول أسرة حاكمة في مصر اللي هو الملك مينا. يبقى مين اللي أسس اول أسرة حاكمة في مصر؟ الملك ايه؟ مينا. طبعا بدأ يعمل انتصارات كتير جدا علشان يقدر يستقر الأمر في المملكتين أو في التوحيد، وبدأ يسجل كل الانتصارات اللي عملها دي في لوحة كبيرة اسمها لوحة نعرمر اتكتبت باسمه. طيب بالنسبة بقى لنتائج توحيد المملكتين، يعني ايه اللي حصل لما توحدت المملكتين؟ بدأ يحصل ايه في بعد التوحيد؟ بدأ الملك مينا يلبس تاج مزدوج. طبعا احنا كنا قايلين في مملكة الشمال الملك بيلبس تاج لونه أحمر، مملكة الجنوب الملك بيلبس تاج لونه أبيض. طيب في المملكتين بقى لما يتوحدوا الملك هيلبس تاج مزدوج، يعني هيكون فيه اللونين، اللون الأبيض واللون الأحمر، علشان يدل على إن الملك هو اللي وحد أو هو اللي ماسك المملكتين وحكمهم. في الفترة دي طبعا البلاد كانت فيها فترة كبيرة من الاستقرار والرقي، لأن بدأ يبقى ما فيش فيه انقسامات، وبدأت البلاد تكون مكان واحد وحاكم واحد، فبدأ يكون في فترة من الاستقرار. والاستقرار ده ساعد على حاجة كبيرة جدا اسمها الحضارة المصرية القديمة اللي هي موجودة دلوقتي واللي هنتكلم عنها. طيب لو حبينا كده نرتب من الأقدم للأحدث علشان يرتب لك كده المعلومات كده في دماغك، فنبدأ كده من أول ما بدأ الإنسان يقعد ويستقر ويبني بيوت. بعد البيوت بنى قرى.
بعد القرى مدن، بعد المدن لما كبرت شوية بقت أقاليم، كبرت الأقاليم بقوا مملكتين، مملكة الشمال ومملكة الجنوب، مملكة الشمال ومملكة الجنوب. بدأ واحد يوحد المملكتين، اسمها الوحدة الأولى اللي فشلت 4242. فلما فشلت انقسموا مرة تانية لمملكة الشمال ومملكة الجنوب. بعد كده بدأ يحصل اتحاد مرة تانية ويتوحد المملكتين سنة 3200 قبل الميلاد، وده طبعا الترتيب من الأقدم للأحدث. نختبر نفسنا كده، احنا طبعا بقينا ممتازين. يلا أول سؤال بيقول صوب ما تحته خط في العبارات الآتية، يعني الكلمة اللي تحتها خط كلمة خطأ، وطبعا هنكتب بدلها الصح. سكن المصري القديم وادي النيل، دي خطأ. سكن المصري القديم وادي النيل خطأ. في مرحلة التنقل والترحال كان الإنسان بيسكن وادي النيل، طبعا غلط. كان بيسكن بيسكن الكهوف، يسكن الكهوف. السؤال اللي بعد كده، كانت عاصمة مملكة الجنوب، مملكة الجنوب خطأ. مدينة بوتو، لا طبعا عاصمة مملكة الشمال، مملكة الشمال. كانت مدينة أون عاصمة الدولة الموحدة، يعني بعد ما الدولة اتوحدت على ايد الملك مينا مدينة أون كانت العاصمة، طبعا لا، المدينة الجديدة اللي بناها اللي هي منفر. السؤال اللي بعد كده، لبس ملك مملكة الشمال التاج الأبيض، طبعا التاج الأحمر. استطاع الملك أو مين بقى، لأنه مش خفرة، توحيد البلاد. مين اللي وحد البلاد؟ هنا بيقولك خفرة، أقول له طبعا مين اللي وحد البلاد؟ الملك مينا أو نعرمر. بكده يكون نص الدرس يعتبر خلص معانا. انتظرين ان شاء الله في فيديو جاي في النص التاني، ويا رب يكون الدرس سهل وبسيط، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.